هدف كبير وتوصل حتى للوقت. احنا نتمنى، انا مش شايف، احنا نتمنى ان شاء الله ان الوقفه النهارده تحقق هدف كبير. ممكن يتعدى الوقفه دي، ممكن يبقى في تبرعات او اي شكل تاني للدعم. يا رب نتمنى، انا بتمنى، لكن ما عنديش كلام اقوله او ما اعرفش الخطه ايه او اللي هيحصل ايه، او ده كل ده في علم الغيب. شايف صمت يعني بعض الناس بتهاجم محمد صلاح، ناس تانية واقفه معاه وشايفه انه موقفه صعب، انت شايف ايه؟ انا ماليش راي في الموضوع ده. صمت عموما المشايخ كل راي في كل حاجه، ماليش علاقه. طب انت لو عايز توجه رساله تحديدا لحد النهارده هتوجهها لمين وتقول له ايه؟ ايه التوريط ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه اوجهها لمين واقول له ايه؟ توجهها للشعب الفلسطيني تدعمه معايا في البيت وتشوفني انا بتكلم بقول ايه، وبقى إيه انت تستخلص منه اللي انت شايفه. لكن انا لما تقول لي وجه وتقول مين وتقول ايه اتورط انا. طب لو انت هتوجه رساله للشعب الفلسطيني مثلا تحديدا تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا ينصركم ان شاء الله على اعدائنا واعدائكم واعداء ربنا. اكيد يا رب. اكيد. لو عايز تقول حاجه لكل الفنانين النهارده اللي بيتضامنوا مع الفلسطينيين، كنت تحب كمان يبقى مين موجود وحب توصل رساله مين؟ انت بتورطني في حاجات عجيبه. يعني ايه احب يبقى مين موجود؟ كلكم موجودين. يعني ايه احب؟ لا مش كلنا على فكره، في ناس كتير ما جاتش، بس مش كلنا يعني. انا احب ان كله يتجمع، او على الاقل يبقى كله قلبه مع القضيه الفلسطينيه، مش لازم يبقى موجود هنا يعني. حابب ان في وقفات تانية اكتر من دي، ولا شايف ان ده موقف وتم تسجيله النهارده؟ وقفات تانية اكتر؟ مش انا اللي بعمل الوقفات، انا النهارده دعوني للوقفه دي فجيت. لو عمل وقفه تانية هاجي تاني ان شاء الله. وانت واقف صح؟ نفس الوقفه.